السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله، ونتمنى لكم كامل تكونوا في صحة جيدة، واللي مريض ربي يشافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناتكم ديبورتي دي زاد. اليوم راح نتكلموا على الماتش تاع البارح اللي دار عليه الكلام بزاف. شبيبة القبائل ضد الجيش الملكي، مواجهة خلصت بالتعادل السلبي، بصح جابت معها بزاف التفاصيل لازم نوقفوا عندها. نبداو من البداية. الشبيبة بيان سور دخلت الميدان بنية واحدة، هو الفوز، غير الفوز، لكن الفريق كان جاي من خسارة وتعادل في المباراة الأولى مع الأهلي، والمباراة الثانية في تيزيرزو مع نيونغ أفريكانز التعادل. الدقيقة الأولى يعني شفنا لاعبي شبيبة القبائل دايرين ضغط عالي، ما خلاوش الجيش الملكي يخرج بالكرة بسهولة. هذا الضغط خلى اللاعب يتمركز بزاف في جهة المغاربة. الهجمات تاع الشبيبة كانت متكررة خصوصا من مسعودي ولاعبين اخرين اللي كانوا ناشطين بزاف، بصح المشكل الكبير كان في اللمسة الأخيرة. الفريق يصنع، يهاجم، يضغط، بصح الهدف ما يجيش. في دقيقة 26 جيش ملكي دار أول فرصة خطيرة، الفحلي لقى روحه وجه لوجه مع مربح، والحارس تاع الشبيبة كان في الموعد وانقذ فريقه من هدف محقق. من هذيك اللحظة شفنا المغاربة ولاو يلعبوا بخشونة، والحكم كان ساكت، ما عطاش حتى انذار اللاعبين تاع الجيش الملكي، وهذا زاد من غضب اللاعبين. قبل نهاية الشوط الأول الشبيبة كانت قريبة بزاف من التسجيل. بودبوز ضرب الكرة قوية وراحت للعمود، الكرة رجعت الحميدي اللي دار توزيع لمس يد مدافع مغربي، بصح الحاكم ما حبش يصفر. وقبل ما نرجعوا نتكلموا على الشوط الثاني، نعطيكم سؤال يا جماعة. حبيت نعرف شكون كانوا في التصوير، يعني شكون المخرج تاع المباراة هذه، شكون هم لي كاميرامان. حبينا نعرفوا جزائريين أو أجنبيين. كيفاش ضربة جزاء وما يعاودوهاش، ما كاش إعادة؟ يا ترى كانوا يخدموا بكاميرا واحدة؟ هذه ما فهمتهاش. يعني حتى هذو لي كاميرامان فيهم اللوش، اللي فهم يفهمنا. ندخلوا الشوط الثاني، الفريق بقى محافظ على نفس النسق. في الدقيقة 53 كرة ثابتة لعبوها مليح، ووصلت البودبوز اللي جرب كرة أرضية والحارس المغربي تصدى ليها. من بعد جات اللقطة اللي زادت صبت الزيت على النار. مسعودي تعرض لعرقلة واضحة في لي 18 متر بعد توزيعة من محيوس، بصح الحاكم مرة أخرى قال ما كان والو. هنا اللاعبين والمدرب بداو يفقدوا أعصابهم. مرة أخرى نزيد نعطيكم سؤال، يعني في هذه اللقطة تاع مسعودي اللي فيها الشك تاع ضربة جزاء، علاش الكاميرامان ولا المخرج عاود اللقطة 3 مرات ومن جهة واحدة برك؟ نزيد نقول لكم اللي يفهم يفهمنا. هم جاسكا وصلت الضغط، خلقت فرص، بصح غاب الهدف. الفريق كان يستاهل الفوز، بصح غياب الفعالية والتحكيم اللي كان مثير للجدل خلى الماتش يخلص بالتعادل. هذا التعادل يزيد يصعب وضعية الشبيبة في المجموعة، بصح الأداء اللي شفناه يعطي شوية أمل. الفريق قادر يدير الأفضل، بصح لازم يلقاو الحل والفعالية قدام المرمى. يا جماعة عندي كثير أسئلة. واش تشوفوا سبب التعثر تاع شبيبة القبائل؟ هل هو من الإدارة ولا من اللاعبين ولا من التحكيم؟ خاوتي اليوم شبيبة القبائل بينت، يعني ورات شجاعة كبيرة، بصح الشجاعة وحدها ما تكفيش. في الحقيقة المباراة هذه أحسن من المباراة اللي لعبتها الأولى مع الأهلي مع نيونغ أفريكانز، ولكن ما نساوش باللي هذا الفريق تاع الجيش الملكي عنده كثير ما لعبش. يعني من 28 نوفمبر 2025 ما دار حتى مقابلة رسمية، وبيان سور كان ضغط كبير على الفريق، وكانت الفعالية مكاش، وزيد عليها قرارات تحكيمية اللي مثير للجدل خلاو الشبيبة تخرج بتعادل اللي ما يخدمهاش في المباراة اللي جايين. درك نحب نسمع رايكم نتوما، واش تشوفوا سبب هذا التعثر؟ هل المشكل من الإدارة
اللي راه يتسرع في اللاعبين مهمين، ولا من غياب الفعالية، ولا التحكيم كان عنده دور كبير؟ قولوا لي في التعليقات. أسا أزكا جي أسكا ثلاثة لا أرتوفاث أفوز تكفوس أرتي مليليث ما يبغى ربي.